أهلا بكم متابعيني الأعزاء، متابعي قناتي ومتابعي المسلسل الرائع كريستال. اليوم أحداث حلقة جديدة، أحداث قوية جدا ومفاجآت قوية في هذه الحلقة. في هذه الحلقة جواد يطلب من في أن تطلب الطلاق من باسل وتترك باسل لكي ترجع لجواد. أحداث قوية جدا في هذه الحلقة. لو أول مرة تشوفوا قناتي ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل علشان توصل لكم كل حلقات وأحداث مسلسل كريستال. بتبدأ الحلقة مع انتهاء محاكمة مالك. جواد بيخرج من المحكمة وبتطلع فيه علشان تلحقه وتتكلم معاه، لكن جواد بيرفض انه يقف ويتكلم مع في وبيسيبها وبيركب سيارته وبيمشي. في بتاخد سيارتها وبتمشي ورا جواد وبتحاول انها توقفه في الطريق، لكن جواد مش بيقف وبيوصل عند الاوتيل اللي موجود فيه وبيركب الاسانسير، وفي بتلحقه بسرعة وبتركب معاه الاسانسير وبتقوله احنا لازم نقعد ونتكلم مع بعض. جواد بيقول لفي لو في اي حاجة عايزة تحكيها روح احكيها للمحامي بتاع مالك او المحامي بتاع اختك، انا ماليش اي علاقة بالموضوع ده. في بتقول لجواد انا عايزة احكي معاك في حاجة تانية خالص. جواد بيقول لها انا مش هينفع ادخلك غرفتي، وفي بتقول له ليه، هو في واحدة من اللي كانت سهرانة معاك امبارح موجودة دلوقتي في غرفتك؟ صحيح، عملت ايه في سهرتك امبارح؟ وفي بتكون غيرانة جدا على جواد بعد ما شافت صوره على السوشيال ميديا وهو سهران مع بنات في الاوتيل. وجواد بيقول لي في هو الخبر انتشر، انت جايه تحاسبيني على اللي حصل؟ بص يا في، لو عايزه تحاسبيني ويكون ليكي حق انك تحاسبيني روحي اتطلقي الاول من باسل وتعالي اتكلمي معايا. في الوقت ده هيكون ليكي حق انك تحاسبيني وكمان تتكلمي معايا. وزي ما انت قلتي ان انت عملتي كل ده علشان تنتقمي من عالية، وانت اصلا ما كنتش حابه تكوني من عيله كرم، وعملت كده غصب عنك علشان تنتقمي لوالدك. اثبتي لي الكلام ده ان كان صحيح وروحي اتطلقي من باسل. في بتقول لجواد وباسل، جواد بيقول لفي انت بتصدمي باسل لما بتخدعيه ومعيشاه في وهم، خلي باسل يعيش ويشوف الحقيقة ويتأكد منها. هو عارف انك مش بتحبيه بس بيضحك على نفسه وانت كمان بتضحكي عليه. يا ريت كفاية لحد كده، كفاية اللي بتعمليه وبتلعبي بيه. يا ريت تفوق لنفسك وتشوفي نفسك. انتوا عالية خلاص انتقمتوا ومفيش اي حاجة تانية هتعملوها لبعض، فخلاص كده كل حاجة انكشفت. لو حابة اننا نكون مع بعض روحي اتطلقي من باسل، انا مش هتكلم معاكي في اي حاجة غير لما تتطلقي من باسل. في بتقول لجواد وانت هتطلق عالية امتى؟ عرفني امتى هتخلص منها. جواد بيقول لها روحي انت بس اتطلقي الاول وانا هعمل كل اللي انت عايزاه ما تقلقيش. الاسانسير بيكون عطلان، واول ما بيشتغل الاسانسير بتخرج في بسرعة وبتسيب جواد وبتمشي. اما عالية بتكون فرحانة جدا بنتيجة تحليل الدي ان ايه، وبتقول انها لازم تروح لجواد علشان تعرفه في عملت ايه وازاي كدبت عليه وعلى باسل، وابتلت كمان على ابوها وهو في قبره. عالية بتروح في الاوتيل علشان تقابل جواد وبتشوف في وهي خارجة من الاوتيل وبتقول امتى هنخلص من الشيطانة دي، هي دايما لازقة في جواد. عالية بتروح غرفة جواد وبتقوله انت خارج ولا ايه؟ جواد بيقول لها خير، انت كل شوية تيجي هنا، انا مش قلتلك اني مش عايزة اشوف وشك هنا تاني؟ لازم نخلص موضوعنا ده ونتطلق، يا ريت تخلصي الموضوع ده مع المحامي بتاعك. عالية بتقول لجواد انا جايالك علشان اوريك تحليل الدي ان ايه الحقيقي، نتيجته خلاص طلعت، ورحاب ما طلعتش امي زي ما في الشيطانة قالت. شفت ازاي في افتريت عليا واتكلمت كمان في سمعة بابا وهو في قبره، وضحكت كمان على باسل اخويا وخلته يكره بابا، وحالته النفسية كانت صعبة جدا بسبب الموضوع ده. البنت دي فعلا شيطانة. جواد بيقول لعالية انا ما يهمنيش انت ولا هي، انتوا الاتنين شبه بعض.
وجواد بيقول لعالية وانتوا الاتنين مهما تعملوا في بعض بقى شيء ما يخصنيش، انا كل اللي عايزه دلوقتي ان اخلص منكم انتوا الاتنين واعيش حياتي مرتاح. يا ريت تمشي دلوقتي وتطلبي من المحامي بتاعك انه يرفع دعوة الطلاق علشان انا زهقت ومليت منك. وعالية بتقوله طيب لو انت مش زعلان علشان خاطري ازعل حتى علشان خاطر والدي اللي دايما كان واقف جنبك، او اتضايق علشان خاطر باسل اخويا المريض اللي خليته في يعيش ظروف نفسية صعبة جدا. جواد بيقول لعالية انا قبلت ان اساعدك في موضوع التحليل بتاع الDNA علشان خاطر والدك وعلشان خاطر باسل اخوكي مش علشان خاطرك انتي، ويا ريت تبعدي عني، انتوا مشاكلك انا مش حابب اني اسمع عنك اي شيء. وبيمشي جواد وبيسيب عالية. اما ندى بتدخل المطبخ وبتلاقي رحاب فرحانة وسعيدة جدا. بتقول لها ندى خير ايه سبب سعادتك وفرحك ده؟ رحاب بتقول لها سبب سعادتي اني انا والست عالية محدش هيقدر يفرقنا او يقف قدامنا تاني، واختك العابها كلها خلاص انكشفت ومحدش هينقذها من اللي هي عملته في نفسها، ومن هنا ورايح اختك هتتحرق زي ورقة في وسط النار. ندى بتقلق جدا على في اختها وبتقول لرحاب انت ايه اللي بتقوليه ده؟ اعملي حسابك ان انت بتتكلمي عن اختي. رحاب بتقول لندى اختك هي اللي عملت كده في نفسها، هي اللي لعبت بالنار بايديها ودخلت في اللعبة اللي مش قدها، تبقى تشوف بقى ايه اللي هيحصل لها. رحاب طبعا بتكون مبسوطة ان نتيجة التحليل الDNA طلعت غلط وسلبية، وانها تقعد في القصر جنب بنتها عالية، وان عالية كمان صدقت النتيجة اللي طلعت دي. ندى بتتصل بسرعة على في وبتقول لها على الكلام اللي قالته رحاب. في بتقول لندى سيبك منها، انت فاكرة ان رحاب هتخوفني؟ ندى بتقول لفي انها حاسة ان رحاب وعالية بيخططوا حاجة ضدك، انا خايفة جدا عليكي، انت ما شفتيش رحاب بتتكلم ازاي عليكي. في بتقول لندى مش هيهمني كلامها المرة دي، محدش فيهم هيقدر يقف ضدي. ندى بتقول لها انا خايفة جدا عليكي من اللي انت بتعمليه في نفسك ده. في بتوصل على البيت وبتشوف عالية، وعالية بتكون مبسوطة جدا. في بتقول لعالية خير ايه سبب سعادتك؟ عالية بتقول لها تعالي اوريكي سبب سعادتي وكمان هشاركك فرحتي. في بتقول لها انتوا مش هتطلقوا ولا ايه انتوا وجواد؟ عالية بتقول لها بكرة هتعرفي اننا انا وجواد ما نقدرش نسيب بعض ابدا. عالية بتوري الفي نتيجة التحليل قدام رحاب وبترمهولها على الأرض. في بتاخد التحليل وبتقراه وبتتفاجئ جدا بالنتيجة وبتقول لعالية التحليل ده مزور. عالية بتقول لفي أنا مش هتكلم ولا رحاب هتتكلم، وبتنده على باسل علشان باسل يتكلم هو مع في. وبيجي باسل وباسل بيكون متضايق جدا من في، بيقول لها انت ليه عملت كده وليه كدبت عليا وخلتيني كمان اتضايق واغضب من والدي وابقى مش طايقه؟ انت كنت شايفه حالتي ازاي؟ كنت شايفاني وانا بتعذب قدامك وما قلت ليش ولا كلمه. فهي بتبص في التحليل وبتقول لباسل مستحيل التحليل ده مزور، التحليل اللي انا عملته هو الحقيقي وهو الصح، انا متاكده من الكلام ده، انا مش بكذب عليك. وعالية بتصرخ على في وبتقول لها خلاص بقى كفاية كدب، انا مليت منك، انا كنت متخيلة انك ممكن تعملي اي شيء بس ما توصلش بيكي الجراءة انك تشوهي سمعة والده في قبره، انت فعلا مجنونة ومريضة نفسيا. فهي بتتعصب جدا على عالية وباسل بيتضايق جدا وبيقول لهم خلاص انا تعبت منكم، انتم تعبتوا اعصابي. وفي بتقول له انا متأكدة ان كلامي صح، وانت كمان يا رحاب اعترفتي لي ان عالية بنتك وقلتي لي كل حاجة. رحاب بتقول لفي ما حصلش، انت كذابة، انا ما قلتش اي شيء ليكي. في بتقول لها خلاص نسأل ام ابراهيم عارفة الحقيقة كلها. عالية بتقول كمان ام ابراهيم تعرف ان رحاب امي؟ في بتقول لها ايوه ام ابراهيم عارفة السر كله. عالية بتقول لفي اعملي اللي انت عايزاه، وفي بتكون مصدومة ومتضايقة جدا ومش عارفة ايه اللي حصل وغير نتيجة تحليل الDNA. باسل كمان بيكون متضايق جدا من في وبيقول لفي انا مليت منك ومش عايز اتكلم معاكي، وبيمشي باسل وبيسيب البيت. في بتحاول انها تروح ورا باسل لكن باسل بيمنعها وبيقول لها ارجوكي سيبيني لوحدي، انا حابب اكون لحالي. وباسل بيوقف تاكسي وبيمشي. في
بتكون متضايقة جدا ومصدومة، خصوصا ان عالية قالت لفي ان اللي عمل التحليل ده هو الدكتور جواد. فتخيلت في ان جواد ممكن يكون متفق مع عالية علشان يغيروا نتيجة التحليل ويخرجها من الموقف اللي هي فيه. اما باسل بعد ما مشي وركب التاكسي بيكون متضايق جدا ومش عارف يروح فين، فبيتصل على الدكتور عامر، وعامر بيقوله تعالالي على المركز. جواد بيكون موجود في المركز التجميل، وهو خارج من مكتبه بيتفاجئ برفيقته القديمة بتسأل عليه في المركز. بيتفاجئ جدا جواد، بيقول لها انت قاعدة هنا، انت ايه اللي جابك هنا؟ فبتقوله انها جت علشان عندها مشروع وهتقعد لمدة سنة. جواد بيسألها هتقعدي فين؟ فبتقوله انا هقعد عندك في البيت. بيضحك جواد وبيقول لها معقولة؟ فبتقوله لا طبعا مش هقعد عندك في البيت، بس اكيد هاجي ازورك في البيت. جواد بيقول لها انا موجود حاليا في الاوتيل، وبيقول لها كمان على اسم الاوتيل وعنوانه، وبيقول لها بكرة اتصلي بيا ونقعد نتعشى مع بعض. وبتسأله رفيقته القديمة وبتقوله انت على فكرة اتغيرت جدا، شكلك اتغير، وكمان المستشفى اللي انت سبتني في نيويورك علشانها وقلتلي انك لازم تنزل علشان تديرها بنفسك، اديك سبت المستشفى وموجود في مركز تاني خالص. باسل في الوقت ده بيكون وصل على المركز علشان يقابل الدكتور عامر، وبيقول لعامر انه يحاسب التاكسي علشان هو مش معاه اي مصاري. وفعلا الدكتور عامر بيحاسب التاكسي وبياخد باسل على مكتبه علشان يتكلم معاه. في كمان بتوصل على المركز علشان تقابل جواد، وبتكون طبعا جواد بيتكلم لسه مع صديقته. فبتدخل مرة واحدة عليهم في وبتتفاجئ جدا، وبتقول لجواد ايه ده؟ مين دي كمان؟ وجواد بيسأل في انت ايه اللي جابك المركز؟ انت عندك ميعاد؟ في بتقوله لا. وفي بتقول لجواد انا جاي علشان اتكلم معك لو سمحت على انفراد. جواد بيقول لفي اتكلمي، دي رفيقتي مش غريبة، اتفضلي اتكلمي قدامها وبسرعة علشان انا مش فاضي. في بتكون غيرانة جدا ومتضايقة من جواد، وبتقول لجواد انت ليه عملت كده وغيرت نتيجة تحليل الDNA بتاع عالية ورحاب؟ وليه بتقف جنبها؟ باسل دلوقتي مصدق ان انا كذبت عليه واهنت والده في قبره، انت ليه عملت كده وحطيتني في موقف زي ده؟ فهي بتكون متضايقة جدا وبتصرخ على جواد وصوتها بيكون عالي جدا. باسل بيكون موجود في الغرفة التانية مع الدكتور عامر وبيسمع صوت في، وعامر بيقول لباسل مش ناوي تعمل حاجة؟ باسل بيقوله لا مش هعمل حاجة، هعمل ايه في وسط الخداع والخبث اللي هم فيه ده؟ انا خلاص تعبت ومليت منهم. انا عارف ومتأكد ان في لسه بتحب جواد وبتعشقه، وده باين جدا في عينيها، بس في نفس الوقت انا بحبها ومش قادر ابعد عنها او اسيبها، هي رفيقتي من الطفولة. في اصلا اتغيرت، بس انا بشوف فيها في بتاعت زمان، اما الفي بتاعت دلوقتي كلها حقد وغل من ناحية عالية اختي. انا مش عارف هي وعالية بيعملوا في بعض كده ليه، بس انا خلاص تعبت منهم. عامر بيقوله انت مش عايز تعرف ايه اللي ما بينهم؟ باسل بيقوله لا انا زهقت خلاص منهم. اما جواد بيقول لفي انه ملهوش اي علاقة باللي هي بتقوله ده، وتفضلي اخرجي برا. في بتخرج وبتكون متضايقة جدا من جواد، وجواد بيخرج علشان يودع رفيقته، بيوصلها على الباب وبيشوف باسل وهو خارج من عند الدكتور عامر بيسلم عليه، لكن باسل بيبص عليه وهو متضايق جدا وما بيردش على جواد. جواد بيسأل عامر وبيقوله ايه اخبار باسل دلوقتي؟ انتوا نقلتوا الجلسات في المركز ولا ايه؟ عامر بيقوله لا، بس باسل كان متضايق جدا وجه المركز علشان يتكلم معايا، ومشاكل مراته واخته مأثرة جدا على حالته النفسية. جواد بيقوله فعلا الفترة دي المشاكل كتيرة جدا ما بينهم. في جات لي من شوية وقالت لي انها متضايقة جدا ومتهماني ان انا غيرت نتيجة التحليل الDNA الخاص بعالية، وانا متأكد ان في المرة دي بتتكلم بجد. انا بعرف في لما بتكذب، في المرة دي كانت صريحة معايا وكانت متضايقة جدا ومتعصبة. الدكتور عامر بيقول لي جواد يعني انت صدقت في؟ جواد بيقول له لا مش معنى كده ان انا صدقت في وكلامها، انا لولا ان ابو عالية ليه فضل عليا كبير جدا وكمان خايف على باسل انا كنت وقفت زي اي حد غريب اتفرج وبس. بس فعلا المرة دي في بتتكلم بجد.
وبيتصل جواد على رفيقه اللي بيشتغل في المعمل بتاع التحليل اللي عمل فيه تحليل الدي ان ايه بتاع عالية ورحاب، وبيسأله جواد انه نتيجة التحليل الخطأ في التحليل ده بنسبة قد ايه؟ بيقوله صديقه بنسبة 1/1000. جواد بيقوله معقولة؟ رفيقه بيقوله ايوه، او ممكن تكون العينات غلط. جواد بيقوله طيب ارجوك اتأكد، وبيقفل مع جواد وبيقوله قبل ما بيقفل ابقى ابعت العينات لو لسه موجودة ابعتها افترض على القصر باسم في. وصديق جواد بيسأل السكرتيرة وبيقول لها العينات اللي كانت في التحليل موجودة عندك ولا راحت مع نتيجة التحليل؟ فبتقول له لا لسه موجودة. فبيقول لها خلاص ابعتوها افترض على البيت باسم في. وفعلا بيوصل الطرد عند في بتكون متوترة جدا. ندى بتقول لها مالك في ايه؟ في بتقول لها فعلا عالية ورحاب كانوا بيخططوا خطة كبيرة جدا. ندى بتسأل في هم عملوا ايه؟ فبتقول لها في انهم غيروا نتيجة التحليل بتاع الدي ان ايه. وندى بتقول لفي وباسل دلوقتي ايه وضعه؟ في بتقول لندى ان باسل متخيل ان انا كذبت عليه واهنت والده المتوفي. ندى بتقول لها يعني انت كده زواجك في خطر. في بتقول لندى انا ما يهمنيش افضل زوجة باسل ولا لا، انا كل اللي يهمني دلوقتي انه يصدقني. رحاب بتعمل شاي بالأعشاب وبتروح علشان توديه لعالية. عالية بتكون متصدعة جدا. رحاب بتطلب من عالية انها تعمل لها مساج، وبتقول لها انت فاكرة زمان لما كنت بعمل لك مساج وانت متصدعة كان الصداع اللي عندك بيخف على طول، ايه رأيك اعمل لك مساج؟ عالية بتقول لها يا ريت، ده ايديكي بالنسبة لي زي السحر. وبتسأل عالية رحاب باسل رجع؟ رحاب بتقول لها لا مرجعش. عالية بتقول لرحاب لما اشوف بالليل باسل لما يطرد في وترجع تاني على الملحق هي واهلها. دي مجنونة، ازاي يجي في بالها اصلا ان انتي خدامة القصر تكوني امي؟ وكمان بتقول لي نجيب ام ابراهيم نسألها. رحاب بتقول لعالية اللي خلاها تقول كده عليا وانا موجودة قدام عينيها مش هتتهم الست الغلبانة ام ابراهيم وهي مش موجودة قدامنا؟ في دي شيطانة وبجحة. عالية بتقول لرحاب فعلا عندك حق، بس خلاص انا قربت هخلص منها هي واهلها. رحاب بتقول لعالية يا ريت. اما في بيوصل لها الطرد من المعمل اللي موجود فيه العينات بتاعه نتيجة التحليل الدي ان ايه، وبتفتح في الطرد وبتشوف الموجود فيه وبتتفاجئ جدا ان فرشة الشعر فيها شعر ابيض، وبتقول ان دي فرشة رحاب بس الشعر اللي فيها شعر ام ابراهيم هي اللي كانت بتستخدمها. يعني العينات اللي راحت المعمل عينات من ام ابراهيم مش رحاب. وعرفت في ان التحليل حصل فيه خطأ وان جواد ملهوش اي علاقة بالنتيجة الغلط بتاعة التحليل. اما جواد بيكون رايح على غرفته في الاوتيل وبيتفاجئ بان رفيقته موجودة مستنياه، وبتفاجئ جواد وبتقوله انها حجزت غرفة في نفس الاوتيل اللي موجود فيه علشان يكونوا دايما مع بعض. جواد بيكون متفاجئ جدا ومش عارف يتصرف ازاي معاها. اما في بتحاول تعمل اي شيء علشان عالية تعيد التحليل الدي ان ايه تاني، وبتفكر في مع ندى اختها وبتقول انا هروح اواجه عالية بالعينات الغلط دي. ندى بتقول لا رحاب شيطانة وممكن تأذيكي بأي طريقة، بلاش أرجوكي، هم أصلا هيكونوا حذرين جدا. وفي بتفكر في خطة علشان عالية من نفسها تروح تعيد تحليل الدي ان ايه. وبتخلص حلقتنا على كده. يا رب الفيديو يكون نال على إعجابكم. في الحلقة القادمة سنعرف خطة في، وهل عالية ستعيد تحليل الدي ان ايه مرة تاني ولا لا. أحداث قوية جدا انتظروها مني في الحلقات القادمة من مسلسل كريستال. لو أول مرة تشوفوا قناتي ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل علشان توصل لكم كل حلقات وأحداث مسلسل كريستال. هنتظر اقتراحاتكم وآراءكم عن الحلقة أسفل الفيديو. شكرا جزيلا على المتابعة.